تعالي بقى اما اقول لك على طريقه حواوشي اقتصادي هتعجبك جدا وهتعتمديها في وصفاتك، واقول لك ازاي من نص كيلو لحمه ضاعفت الكميه وعملت حوالي 16 رغيف حواوشي. يلا بينا نشوف الطريقه، بس قبل ما نبدا ما ننساش نعمل متابعه ولايك للقناه واشتراك وشير كتير. معايا 3 بصلات كبار وثلاث قرون من الفلفل الاخضر، بقطعهم كده مكعبات وهضرب الكلام ده كله مع بعض في العلبه لحد لما يبقى ايه ناعم مع بعض، وبصفيه من الميه بتاعته، وبحط بقى التوابل بتاعتي معلقه صغيره من كل حاجه: فلفل اسود، بهارات 7، معايا قرفة، معايا معلقة كبيرة من الحبهان المطحون، وباكو من توابل الحواوشي أي نوع أنت عايزاه. بقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وادعك البصلة بالتوابل دي كويس لحد لما ريحتها تطلع. بنزل عليها بنص كيلو لحمة مفروم في نسبة دهن. أبدأ بقى إن أنا أدعك اللحمة مع البصلة كويس قوي قوي، وبعدين بنزل بالمكون بتاعي اللي هيضاعف لي الكمية: كوباية من البرغل، بنقعها لحد لما تنفش كده. بنقعها حوالي نص ساعة في مية سخنة واصفيها كويس جدا جدا أهم حاجة. وبعدين بنزل بيها على اللحمه المفرومه واقلبها مع بعض كويس، وباخدها كده ايه فرمه في الكب عشان البرغل يختفي معايا. بيبقى بقى عندي احلى حواوشي وهيعمل لك كميه حلوه قوي. شايفين كميه اللحمه ما شاء الله؟ دوت عيش بلدي عادي خالص من بتاع التموين. الرغيف بيبقى حجمه حلو. ببدا بقى ان انا افرد اللحمه بتاعتي في قلب الرغيف كده. بكون بقى مجهزه صاج عندي مدهون كويس بالزيت كده كميه حلوه، وببدا ان انا ارص العيش بتاعي فيه، وبدهن العيش من فوق طبقه كده حلوه من الزيت. وانا سويت الحواوشي في الفرن، طالع مقرمش وجميل وريحته تجنن. احلى وصفة هتجربيها للحواوشي، وكمية ما شاء الله وفيرة جدا. جربيها وما تنسيش تقولي لي رأيك في الكومنتات، وما ننساش الاشتراك، والف هنا وشفا على قلبكم.